في مفاجأة هزت العالم، تبين أن الضابط الذي أنقذ ترامب من محاولة اغتيال كان مغربياً. لحظات حاسمة ومصيرية أظهرت شجاعة استثنائية وسرعة بديهة أنقذت الموقف في ثوان. وفي مشهد يعكس التقدير الحقيقي، قرر ترامب تكريمه تقديراً لما فعله. رسالة واضحة للجميع: هذه القوة، هذا الحسم، لا يخرجان إلا من المغرب. تختار مؤسسة الأمن الوطني المغربي لحدث مهم عالمي جدا. أشنو في هو الرئيس الأمريكي ترامب والزوجة ديالو وباقي المسؤولين. فجأة سمع دوي إطلاق النار وانفجار على ما يبدو بالقرب من البيت الأبيض، فتم إخلاء الرئيس دونالد ترامب. لنشاهد هذا المشهد ثم معكم بالتفاصيل. لنشاهد. إذن هذا هو المقطع. غادي نشوفوا ذات المقطع من زاوية أخرى. إذن هنا في هذه اللحظة هذه غادي تسمعوا أصوات إطلاق النار. في هذه اللحظة هذه تسمعت أصوات إطلاق النار. مباشرة بعد ذلك سيتم إخلاء الرئيس ترامب. هنا غادي يجيو أفراد القوات الخاصة، وهنا غادي يتم إخراج الرئيس ترامب والزوجة ديالو. إذن هذا هو المشهد متابعينا الكرام. نحن نشكر الشعب المغربي، صاحب جلالة الملك محمد السادس، الحكومة المغربية، ليس فقط لهذه المساعدة الأخيرة ولكن لكل الجهود منذ سنوات. أنا عايش في المغرب في التسعينات في القرن الماضي، وفي ذلك الوقت أنا أتذكر كيف الشعب المغربي كان لديهم صداقة مع الشعب الفلسطيني. إذن منذ سنوات رأينا من الولايات المتحدة كيف الشعب المغربي يقدم المساعدة للشعب الفلسطيني، وهذه المساعدة الأخيرة دليل على ذلك. إذا نحن نقدر ونشكر الشعب المغربي وصاحب جلالة الملك، وأيضا نحن نرحب الدعم المغربي لهذه الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق، لأن كلنا ندرك أن الحل الوحيد سيكون حل دبلوماسي. After the Moroccan Sahara issue is resolved, we will support Morocco in recovering the occupied Ceuta and Melilla, and then we will revive the Eastern Sahara issue, which is under Algerian occupation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي ثم تصلوا على النبي. اليوم يقف الرئيس الأمريكي بكل تقدير واحترام ليكرم هذا البطل المغربي اعترافا بجميل لا ينسى وبشجاعة أعادت تعريف معنى البطولة أمام العالم. طيب قبل ما نبدأ كده، مين هو البطل المغربي؟ البطل المغربي هو الضابط الذي أنقذ حياة ترامب من الاغتيال في ليلة أمس. طبعا المعلومة دي محدش يعرفها كتير، ولكن المعلومة دي معلومة خطيرة ومسربة. الضابط ده من الضباط اللي راحوا من فترة لأمريكا علشان يأمنوا المونديال، واختاروا ترامب إن هو يكون من الحرس الخاص بتاعه لكفاءته وجدارته. لحد الآن لم يعلن عن اسم هذا الضابط، ولكن هذه المعلومات معلومات مسربة زي ما حضراتكم شايفين.
معلومات بسيطة. إن شاء الله قريب هنشوف تكريم ترامب ليه، لأن هو قرر إن هو يكرمه ويعرف العالم كله مين هو الضابط المغربي اللي أنقذ حياته من الاغتيال، وكان هيغير يعني اغتيال ترامب كان هيغير مجرى التاريخ. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني تكريمه لم يكن مجرد وسام، بل هو اعتراف عالمي بقوة المدرسة المغربية في الانضباط، في الهيبة، رجال الأمن المغربي الذين أصبحوا حديث العالم. من الرباط إلى واشنطن يرفعون اسم المغرب عاليا ويشعرون كل مغربي بالفخر، لأن ما حدث لم يكن مجرد إنقاذ حياة رئيس، بل كان إثباتا أن أبناء هذا الوطن، أبناء المملكة المغربية، قادرون على كتابة التاريخ وفي صمت، وفرضوا احترامهم على العالم بأفعالهم لا بأقوالهم. شفتوا حضراتكم إن اللحظة دي لحظة فخر، لحظة يدرك فيها الجميع أن المغرب ليست فقط بلدا عريقا، بل هو قوة حقيقية تصنع رجال لا يترددون حين يناديهم الواجب. زي ما حضراتكم شفتوا كده معانا المشهد كان خطير، لكن اللهم بارك الضابط المغربي ده قدر ان هو يسيطر على الموقف بطريقة عبقرية. ولكم أن تتخيلوا بقى متابعين الكرام كده في هذا التكريم لما ترامب يشكر الملك محمد السادس ويكرم البطل المغربي ده ويعرف العالم ان السبب في هذا الحدث ونجاته من هذا الاغتيال هو ضابط مغربي. تخيلوا معانا كده الناس شكلها هيبقى عامل ازاي، يعني هم بيسمعوا الخبر ده ان المغرب بقت قوة في العالم، بقت قوة وفي صمت. العالم كله دلوقتي بيستفاد من الامن المغربي، والعالم كله دلوقتي بيتعلم من المملكة المغربية. هم قوة صحيح، لكن هم قوة في الحق، هم قوة في أداء واجبهم، هم قوة عندما يناديهم يعني الواجب والوطن. طبعا المغاربة ما شاء الله قلوبهم طيبة جدا وناس محترمين وناس على قدر كده من الثقافة، ولكن أنا عجبني جدا موضوع إن كل واحد فيهم بيأدي عمله باحترام وباحتراف وبدقة وبجودة ما شفتهاش قبل كده. أنا بعتقد إن يعني هذا العقد في عقد محمد السادس، الملك محمد السادس، إن دي طفرة اللهم بارك من الشباب المغاربة. زي ما انتم شايفين معانا كلهم اللهم بارك خارج البلاد وداخل البلاد بيرفعوا اسم المملكة المغربية عاليا اللهم بارك. وده شغلهم الشاغل، هم ما وراهمش اي حاجة تانية، ولا مستنيين اضواء ولا مستنيين شهرة ولا مستنيين تكريم ولا اي حاجة خالص، بالعكس هم بس شغالين على تطويرهم وعلى تطوير مستقبلهم وعلى حياتهم اللي جاية وان هم يكونوا احسن. اللهم بارك يا جماعة. أجهزة الأمنية المغربية خطيرة ورائعة. إن شاء الله ممكن في الفيديو الجاي لو حبيتوا أعرض لكم شوية منها. اللهم بارك بجد تحفة، يعني مجرد الصورة كده يجيبوا يعني يصوروا الشخص وتلاقي عندهم جهاز جايب تاريخ حياته لكم أن تتخيلوا. وبالنهاية متابعينا الكرام ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وحصري. دمتم في أمان الله.